تدوينة قاسية ومؤثرة برشا نشرتها ريهام بن عليا، تحكي فيها عن الوضع المرعب اللي تعيش فيه هي وزوجها على الشيب وكامل الفريق اللي معاها في إيران، وسط الحرب وسط القصف ووسط الخوف، بعاد على ولدهم وبعاد على بلادهم وبعاد على عائلاتهم. تدوينة خليني نقول تهد القلب وتوصف إحساس أم كل تخمامها على ولدها الوحيد، وتخلي الواحد يحس قداش الحياة في لحظة تتقلب. ريهام تقول يومين كاملين لم يغمض لي جفن، أطول فترة رقدتها كانت يمكن 30 دقيقة، كل ما نغمض عيني تجي صورة ولدي يقول ماما، ثم القصف ثم الغارات والانفجار. نفيق ننكر الواقع باش نقاوم هول الصدمة، نخمم بزيد باش نلقى الحل أنا وعلاء للخروج في أسرع وقت. عقارب الساعة تاكل في بعضها ونهار يوفى في لحظة، ويجي الليل وتجي معاها الغارات والقصف، ومع كل تفجير أفقد الأمل في الخروج من هنا. ريهام تقول إنك تعيش الحرب صعيب، والأصعب إنك تعيشها وإنتي أم. خوفي من الموت مش على خاطري، على خاطر ولدي اللي عنده أنا وبوه وعندي كان هو. تكمل ريهام كلامها وتقول كنت أتمنى أن تنتهي الزيارة في ظروف أحسن من هكا، بلد جميل ترك في قلبي أثر كبير جدا، لكن للأسف خوفي من المجهول أرهقني. دعاء. نحب نقول الريهام راك قوية، وبقدرة ربي تتحل الخطوط الجوية وترجع على قريب لولدك وعائلتك لاباس. اللي تعيش فيه اليوم ماهوش نهاية، هو امتحان صعيب وربي ما ينسى حد. دعواتنا ليكم إنكم ترجعوا سالمين غانمين يا ربي.